السلام عليكم. اهلا بكم في قناة يوميات جيجي. القناة عبارة عن روتينات، عبارة عن تحديات اكل وقصص، قصص مفيدة. فيعني ان شاء الله هيبقى فيها متعة، وهيبقى فيها ان شاء الله استفادة كمان. النهاردة انا قمت متأخر كالعادة، يعني كعادتي كل يوم. قمت الظهر كده، رحت صليت الظهر وسبحت شوية، وبعدين لميت السجادة زي ما انتوا شايفين كده وحطيتها على الكنبة لحد ما اعمل لي القهوة وابدأ افوق، عشان خاطر انا كنت يعني قايمة تعبانة خالص. ما طبيعي طبعا، اي يعني النوم متأخر والصحيان متأخر اصلا مش حلوين خالص للجسم، ومش حلوين صحيا، وبيهدوا يعني انا بقوم جسمي مهدود فعلا. يعني ما شربتش كوبايه القهوه ما فوقش ولا اشوف ورايا ايه. فبحاول اني يعني بعمل محاولات كده ان ابدا يعني اصحى بدري عن كده شويه، ولحد ما اوصل ان شاء الله ان اصحى على الفجر. نفسي بجد اصحى الساعه 5 الفجر كده، اصلي الفجر وابدا اشوف يومي. ده هيبقى افضل لي بكتير طبعا. بس لحد ما نبدأ، يعني لحد ما ان شاء الله نوصل للموضوع ده، ادينا بنمشي ايامنا عادي. المهم انا كنت خلصت كوباية القهوة، وهبدأ بقى اشوف ورايا ايه. زي ما انتوا شايفين كده الصالة زفت مكركبة، هدوم بقى منطورة في كل حتة، وشباشب وجزم. طبعا الهدوم دي مغسولة، بس يزن ابني حبيبي بهدلها لي هنا وبهدلها لي هنا. المهم انا رحت طبعا ظبطت الكنبه اهي، وبعد كده بدأت ألم الهدوم، ورحت مطبقاها اهو زي ما انتوا شايفين. طبقتها وبعدين رحت رصها في الدولاب، وبعد ما رصتها في الدولاب بدأت بقى ان انا اكمل بقى ترتيب بقية الصالة. زي ما انتوا شايفين كده هدوم وسخة، بامبرز، مش عارف ايه، كل ده رتبته، حطيته كل حاجة في مكانها. وبعدين رحت بدأت كنست الصالة، ورحت طبعا رشة فيها مية، علشان طبعا زي ما انتوا شايفين كده اسمنت، بيتنا اسمنت على اسمنت يعني. هنا بقى انا قررت خلاص ان انا تعبت ولازم اكافئ نفسي. رحنا طلبنا بيتزا، فراخ بالباربيكيو، وطلبنا حاجة ساقعة. بص، احنا عاملين مقاطعة، بس يعني بنحبها بصراحة وبنشتاق لها. فكل يعني فترة والتانية، يعني فترة بعيدة مش قريبة يعني، لا فترة بعيدة قوي، يعني نبقى خلاص مشتاقين قوي، فنجيب واحدة كده على نفسنا. وبما اننا بصراحة كنا جايبين بيتزا وكده، قلنا نجيب معاها بقى حاجة ساقعة وخلاص. وطبعا كلنا انا واهلي وابني بس. وبعدين رحنا خلص يعني كلنا، ورحنا شربنا بقى. رحنا زي ما انتوا شايفين كده شربنا حاجة ساقعة بس. وكده خلاص الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، ويا ريت تشتركوا في قناتي فضلا، ويا ريت اللايك وسلام.